كنت تعرف ان من خلال شبكة الواي فاي او اتصالك بشبكة واي فاي غير موثوقة او حد انت ما تعرفوش ممكن يسحب كل بياناتك وخصوصيتك واي معلومة على الجهاز ممكن ياخدها منك من خلال شبكة الواي فاي؟ تعال هقولك على روتين ازاي تحمي نفسك من شبكات الواي فاي اللي بتكون مفتوحة وانت ماشي في الشارع او وانت قاعد في كافيه او وانت قاعد في اي مكان مفتوح، وهي بيكون عبارة عن هاك. يعني لو حد قاعد على الشبكة دي ومشغل هاك او حابب ياخد منك بياناتك وخصوصيتك وكل حاجة على الموبايل هيعملها. تعال اما اقولك ازاي تحمي نفسك من خلال خاصية او روتين بسيط جدا هتعمله. هنجيب الاعدادات بالشكل اللي قدامك ده وهتفتح الاوضاع والروتينات، ومن الاوضاع والروتينات هتيجي هتلاقي حاجة اسمها روتينات هنا بالشكل ده كده، هتضغط عليها. ومن ثم انا ضايفها بالفعل، انا مفعلها بس هنفعلها مع بعض عشان حضراتكم تعرفوا هنفعلها ازاي. هنضغط على علامة بلس اللي بتكون فوق الزائد دي، وهأضف الشرط الذي سيشغل هذا الروتين، هنضغط عليه بالشكل ده. وهنيجي نختار شبكة واي فاي اذا، وهتضغط على تم قطع الاتصال، هتلاقي حاجة اسمها تحقق من اسم الشبكة فقط، هندوس عليه بالشكل ده كده وهتضغط تم. وبعد كده بعد ما تضغط تم، هتضغط تم بالشكل ده، هتضيف له كده هنا كده بالشكل ده الشبكة اللي حضرتك حابب لو تم قطع الاتصال من خلالها الموبايل يقفل الواي فاي او ما يتصلش باي شبكة غير الاسم ده، وهتدوس اضافة. ولو عندك اكتر من شبكة ممكن تضيفهم مرة واحدة، وهتضغط تم. وبعد كده اضف الاجراء الذي سيقوم به هذا الروتين، هتضغط عليها بالشكل ده كده. وهتيجي تحت وهتختار حاجة اسمها الاتصالات، والاتصالات الواي فاي، وهتختاره غير مفعل وهتضغط عليها بالشكل ده كده. وهتدوس حفظ وهتختار يتم استخدام الشرط نفسه بواسطة روتين زي ما حضراتكم شايفين. الواي فاي عشان انا موصل على الواي فاي ده فهو مش عايز يفصل الشرط ده، او انا عامله قبل كده على نفس الشبكة فهو مش عايز يفصله. وبكده تكون انت حميت نفسك من هاك خارجي او من اي شبكة واي فاي بيكون موجود عليها هاك. وطبعا حضراتكم انا مش حابب اشرح واطول عليكم اكتر من كده، بس حضراتكم بتكونوا عارفين معظم الشبكات اللي بتكون مفتوحة دي بيكون عليها هاك، او بعض الشباب اللي عندهم هواية ان هم يمارسوا الحاجة دي بيكونوا قاعدين على الكافيهات، بيكونوا قاعدين على الاماكن دي. وبكده انت حميت نفسك. واعمل حفظ للفيديو عشان هتحتاجه، وشيره لاي حد من صحابك. وياريت ما تنساناش من الله كل متابعة.